وقلنا الامور هتبقى كويسه. بس واضح ان في ناس مش عايزه الدنيا تمشي كويس في مصر عامه يا كابتن شوبير. صحيح. احنا دلوقتي يعني احنا كجهاز انا شايف ان احنا قررنا ان احنا ما نكملش في الجو دوت خالص في مصر عامه. الرياضه في مصر صعبه قوي ان الواحد يكمل فيها. فاحنا كجهاز وحسام والجهاز كله مش هنبقى اعتذرنا او سالنا من التدريب او الشغل في الكوره دلوقتي في مصر، لان الوضع بقى صعب جدا. وما تضمنش دلوقتي انت شغال كل يوم يحصل لك ايه او يحصل في المجال ده صعب قوي. فاحنا خلاص قررنا ان احنا نبعد عن الجو ده خالص لحد ما الدنيا تتعدل. غير كده صعب ان احنا نكمل في الظروف دي يا كابتن شوبير للاسف، لان البلد مقصوده يعني. في ناس عايزه تخرب مصر عامه يعني. فمش هينفع ان احنا نشتغل ومش جو شغل تقدر تبتكر فيه او تجتهد فيه يعني. استقاله ابراهيم حسن وحسام حسن تفسيرك كابتن ابراهيم، تفسيرك انا محمد سيف. كابتن ابراهيم ازيك؟ كابتن ابراهيم تفسيرك، طب انت تفسيرك ايه اللي حصل كمواطن مصري مش كمدير الكوره؟ اجمل مباراه في حياتكم وكسبانين بدل الهدف 3. دي لاول مره مصر يكسب 3 النادي الاهلي من 48 يعني. هي تفسير ان في ناس مركزه كانت زعلانه الفتره اللي فاتت ان الجو الجماهير بتهدي وفي هيبقى في جو لاول مره يحصل هدوء والناس بتتصالح مع بعضيها والجماهير بتنبه وفي مناشده ان يبقى في خلاص كلنا نقف جنب مصر ويبقى في تصالح مع النفس. بس في ناس واضح ان هي مقرره ان الكلام ده ما ينفعش يحصل. لازم عايزين يهدوا البلد، عايزين يدخلوا البلد في جو تاني خالص. عايزين صعبان عليهم ان في رياضه، صعبان عليهم ان في ناس تبقى سعيده، صعبان عليهم يبقى في حياه. بصراحه انا شايف ان البلد ده الناس عايزه تدخل مصر في طريق صعب قوي. فده اللي انا شايفه، لان الجمهور اللي بيحب الفريق اللي بيحب الكوره او بيحب النادي المصري، الناس روحت، في ناس خرجت روحت، انما في ناس نطت عشان او ناس مركزه. الماتش بقى خسرناه، الماتش تعادلناه، الماتش بقى كسبنا. في ناس عايزه تعمل على فكره من كل الجوانب، من الجماهير كلها، مش جانب جمهور واحد. في واضح ان ده مش عمل كده ده هيعمل كده. واضح ان في اتفاق ان الدنيا تخرب. بامانه اللي انا شايفه انا اتفاجئت. انا دخلت سيد عبد الحفيظ وشريف وراح كان كتب له عمر جديد بصراحه يعني. ومع ذلك لما الامن هيخلص دخلت اوضه اللبس اتفاجئت بالاحداث دي. وطبعا الاحداث دي ما ينفعش الواحد يشتغل فيها تاني يعني. اعتقد ان لما يحصل هنا شويه ويحصل في المحله ويحصل في الاتحاد في اسكندريه ويحصل في القاهره، طب بلاش بقى رياضه بقى، بلاش لحد ابراهيم هل غادرت بورسعيد بالسلامه انت وحسام ولا لسه؟ لا انا لسه مع الجهاز كله موجودين ومع الناس مجلس الاداره والاستاذ كامل كلهم هنا. حتى انا اعتقد الاستاذ كامل مش والمجلس واضح ان هم مش عارف. اعلنوا استقالتهم على الهواء. الاستاذ كامل اعلن استقالته على الهواء. انا ما اعرفش والله، انا ما اعرفش سمعت كيف يعني. هو الراجل حبيب جدا يعني. تخيل انت المفروض راجعين طالعين فرحانين ان انت كسبت ماتش كوره بصرف النظر بتاع مين يعني. مع احترامي ومع النادي الاهلي كمان لما تكسب النادي الاهلي او النادي الزمالك او اي نادي جديد ليه فرحه ثانيه. تتكسب يعني. احنا يعني ذنب اللعيبه ايه وذنب الجهاز ايه وذنب الجمهور الطيب اللي ملوش ذنب ايه وذنب مجلس الاداره ايه. احنا ما اعرفش. انا الواحد يعني الله يكون في عون مصر، الله يكون في عون مصر بصراحه. اللي عمالين الناس تخرب فيها من كل حته، مش سايبين رياضه، مش سايبين سياسه، مش سايبين كل حاجه. صحيح. يعني اتمنى ان يبقى في وقفه وايد من حديد يا كابتن شوبير بقى تتفرض على الناس اللي هي بتخرب في البلاد بامانه. مش هنشوف بقى سايبينها للي كل واحد ليه راي وكل واحد بقى عمل بقى لسه فكره صغير عايز يعني. لازم الناس الكبار بقى، اللي مالوش كبير لازم يجيب كبير يا كابتن شوبير. ما ينفعش كده. ما ينفعش. انا الواحد مخنوق جدا بصراحه طبعا ده انت فعلا اتكتب لك عمر جديد، لان انت والله كتب لي عمر جديد. انت ما شفتش يعني. ده شجاعه منك بصراحه يا ابراهيم، يعني شجاعه منك كلنا يعني. هو الضرب اللي برضه ابراهيم لو فكر ممكن يتردد. بس اهم حاجه ان هو واجب. ان انا كنت اوصل شريف وسيد يدخلوا اوضه اللبس. دول اهم حاجه عندي لان دول مسؤولين مننا. والحمد لله كل اللعيبه دخلتها جوه. وكان بعض اللعيبه كانوا في مصرين ان هم يطلعوا بره تاني للاسف. بس انا الحمد لله ربنا كرمنا انا وبعض العساكر الجيش والبوليس
ما رضيناش نطلع لعيبه النادي الاهلي تاني من جوه. وحتى سيد كان عايز يطلع، قلت له انا اي لعيب هجيبه لك بس ما طلعش انت، لان لو طلع كان الموضوع انتهى يعني. شكرا كابتن ابراهيم، والبقاء لله مره ثانيه واستقاله جديده.